في كل بلد في العالم في اقتصادين، اقتصاد رسمي بنشوف فيه الأخبار اللي في الموازنة وفي البورصة والشركات، واقتصاد تاني بيدور تحت الترابيزة، واقتصاد مش ظاهر لكنه موجود في كل شيء في حياتنا، من بياعة الجرجير في السوق لسواق التوك توك لغاية الفريلانسر اللي بيشتغل وبيقبض بالدولار أو البلوجر اللي بيكسب من يوتيوب وتيك توك. منظمة العمل الدولية بتقول إن في أكتر من 2 مليار شخص حول العالم بيشتغلوا في الاقتصاد الغير الرسمي. ده معناه إن 60% من العمالة في العالم خارج المنظومة الرسمية. في الهند نسبة العاملين في الاقتصاد الغير رسمي بتتجاوز 80%، والفلبين وباكستان الأرقام ما بين 60 ل 70%، وفي أفريقيا وحدها النسبة بتوصل لحوالي 85% من الوظائف الغير رسمية. في مصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أن الاقتصاد الغير رسمي بيمثل من 40 ل 55 من الناتج القومي المحلي. وفي تقرير لوزارة التخطيط بتقول أن القطاع الغير رسمي في الاقتصاد بنسبة 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه. ده التقرير في 2022، يعني تقريبا نص الاقتصاد في مصر شغال من تحت الترابيزة. الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الغير رسمي ببساطة هو كل الأنشطة اللي خارج المنظومة أو خارج عينين الدولة، يعني مفيش تراخيص، مفيش سجلات، ومفيش دفاتر ولا في ضرايب، يعني أي شغلانة بتتعمل بعيد عن النظام الرسمي. تخيل معايا كده لو في شاب جامعي لقى شغل ب 3000 جنيه وفي نفس الوقت قدر يكسب 8000 جنيه من توك توك في قريته، هو دلوقتي جزء من الاقتصاد الخفي من غير ما ياخد باله. السؤال ده حل ولا مشكلة؟ النهارده هنتكلم عن الاقتصاد الخفي. في مصر في تقارير من البنك الدولي بتقول ان عدد العاملين في الاقتصاد الغير رسمي بيمثلوا 12 مليون شخص. البائع الجائلين مثلا اتحاد الغرف التجارية قدرهم بعدد ما يقارب ل 6 مليون بائع. التجارة في السلع المقلدة عالميا بتمثل 3.3% من حجم التجارة العالمية، يعني أكتر من 500 مليار دولار سنويا. ست كبيرة بياعة جرجير في الشارع، كل يوم بعدي عليها بلاقيها في مكان مختلف، بتقف في مكان غير المكان اللي أنا بشوفها فيه كل يوم. بسألها أنت ليه ما بتقعديش في مكان ثابت؟ قالت لي عشان الترخيص عايز 10000 جنيه وأنا مكسبي في اليوم كله 150 جنيه. هو ده الاقتصاد الموازي في أبسط صورة ليه. طيب ليه الاقتصاد الموازي ده موجود أساساً؟ عشان الإجراءات الروتينية والتكاليف اللي عشان تأسس شركة أو تفتح ورشة لازم تعمل إجراءات بتبقى طويلة وبتاخد فلوس أكتر. يعني تأسيس الشركات في مصر قبل كده كانت بياخد 72 يوم، دلوقتي وصل ل 10 أيام. يعني مثلاً دولة زي الإمارات بتأسس الشركة بتاخد 3 أيام بس. كمان معدل الفساد في المحليات والجهاز الإداري في مصر كبير، واحتلت مصر الترتيب ال 130 على العالم في الفساد في 2024. التهرب الضريبي بسبب الاقتصاد الغير رسمي بيكلف الدولة حوالي 400 مليار جنيه سنويا. في أوقات الأزمات زي 2016 و2020 مئات الآلاف لجأوا لشغل غير الرسمي. في نجار في إمبابة حاول يفتح ورشته بشكل رسمي، طلبوا منه 25,000 جنيه رسوم غير الإكراميات اللي احنا فاهمينها طبعا. في تقرير للجنة تراخيص المحال العامة قالت إن حوالي من 3 ل 4 مليون محل في أواخر 2022 غير مسجلين، لكن في تقرير في 2025 بيقول إن نحو 90% من المحلات التجارية غير مرخصة. زي ما ليه عيوب الاقتصاد الغير رسمي أو الاقتصاد الخفي، لكن ليه مميزات. يعني مثلا في الهند الاقتصاد الغير رسمي بيوفر شغل ل 80% من القوى العاملة. في مصر هو مصدر دخل ثابت لأكثر من ربع الأسرة الريفية. المنتجات أرخص بنسبة 30 ل 50%. شبكة أمان في أزمة كورونا كان هو طوق النجاة. كمان الاقتصاد الخفي بيقلل معدلات البطالة الرسمية لأنه بيشغل ملايين ما كانوش هيلاقوا فرصة في السوق الرسمي. الاقتصاد الخفي ليه أنواع كتير. الاقتصاد الموازي أو الغير رسمي زي البائع الجائلين أو الورش الصغيرة أو المحلات أو الفريلانسر اللي بيشتغل من البيت، هي في الأساس مشروعة لكن بره عين الدولة. في اقتصاد تاني تحت الأرض أو اقتصاد تحت الأرض الرقمي زي التجارة في البيانات المسروقة والعملات المشفرة من غير تنظيم. واحد بيبيع أونلاين منتجات كوبي بنفس لوجو الماركات الأصلية، العميل مبسوط ووفر، لكن هو دخل شبكة اقتصاد رقمي موازي من غير ما يعرف. منظمة التعاون الاقتصادي الدولة النامية بتخسر سنويا ما بين 2 ل 5% من ناتجها المحلي. في مصر الخسائر من التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي تتراوح ما بين 300 ل 400 مليار سنويا. الشركات الرسمية بتدفع ضرائب وتأمينات، والغير رسمية بتنافسها بسعر أقل. الاقتصاد الغير رسمي في أزمة كورونا، في تقرير من البنك الدولي بيقول
بتقول إن في حوالي 1.6 مليار عامل غير رسمي اتأثروا عالميا، وفي مصر الحكومة سجلت أكتر من 1.6 مليون عامل غير منتظم وقدمت لهم دعم 500 جنيه شهريا. الباعة الجائلين وفروا السلع في وقت الإغلاق أوقات كورونا، لكن 90% من العمال غير الرسميين ما عندهمش ولا تأمين صحي ولا معاهم ولا عندهم معاش. الفريلانسر، في تقرير من أبورك بيقول سوق العمل الحر عالميا وصل ل1.3 تريليون دولار سنويا. في مصر تقريبا في تقديرات بتقول ان الاقتصاد الغير رسمي او الفريلانسر اللي موجودين في مصر يعدوا 2 مليون شاب وشاب، معظمهم بره المنظومه الضريبيه، يعني داخل الاقتصاد الخفي. محمد من اسكندريه بدأ يترجم اونلاين، دخله بقى $700 في الشهر، لكنه لسه بره اي نظام رسمي. الاقتصاد الرقمي والفريلانسر في العالم كله، الهند عندها حوالي 15 مليون فريلانسر، الفلبين عندها اكتر من 1.5 مليون بيشتغلوا في خدمات رقميه، باكستان الفريلانسر عندهم بيدخلوا حوالي 400 مليون دولار سنويا. الرساله، الحل مش في الغاء الاقتصاد الخفي، لكن في دمجه بخطوات واقعيه: تبسيط التسجيل، تخفيف الضرائب، تقديم حماية اجتماعية. في شريحة جديدة ظهرت زي البلوجر وصناع المحتوى. في مصر مثلا في آلاف الشباب بيشتغلوا على اليوتيوب والتيك توك والانستجرام، بيقدموا محتوى بيكسبوا منه فلوس من الإعلانات والرعايات والهدايا. نعرف إن صناع المحتوى الفريلانسر في مصر بيكسبوا مليارات الجنيهات كل سنة. الاقتصاد الخفي لصناع المحتوى الفريلانسر في مصر، سوق المؤثرين بيوصل ل1.2 مليار دولار، غير ان الفريلانسر على المنصات العالمية بيولدوا ملايين الدولارات. المصريين كسبوا 11 مليون دولار زي التصميم والترجمة والبرمجة. سوق العمل الحر الرقمي تقديرات في 2024 1.18 مليار دولار، لكن معظم الدخل ده بره المنظومة الضريبية، يعني اقتصاد خفي كامل. الدولة بدأت بالفعل تطلب تسجيل النشاط ده ودفع الضرائب عنه. المشكلة ان معظم الدخل خارج النظام الضريبي، يعني مثلا مريم عندها قناة طبخ على اليوتيوب بتكسب $1500 في الشهر، لكنها مش عارفة ان كان عليها ضرائب ولا لا، بالتالي هي جزء من الاقتصاد الرقمي الموازي. طب ازاي هنقدر نعمل دمج للاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي؟ مصر بتجري بشكل رهيب عشان تعمل الشمول المالي ويوصل لكل مواطن في مصر. بتحاول نعمل حسابات لكل مواطن مصري. وصل عدد الحسابات اللي تم فتحها والمحافظ ل 53.8 مليون مواطن بقى عندهم حسابات ومحافظ إلكترونية. ده معدل كبير، معنى ذلك اللي مصر بتجري عشان توصل تبقى شمول مالي كامل، وده هيقضي على فكرة الاقتصاد الغير رسمي. يعني أحمد صاحب كشك موبايلات في بني سويف لما فتح محفظة إلكترونية حس إنه بقى جزء من الاقتصاد الرسمي ولأول مرة. هنتكلم عن التجارب الدولية لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. البرازيل مثلا عملت نظام مبسط للضرائب جذبت فيه ملايين الورش الصغيرة. الهند عملت نظام اسمه الرقم الموحد لربط المواطنين بالخدمات الرسمية. المغرب تراخيص مبسطة وتأمين صحي مدعوم للباعة الجائلين. الاقتصاد الخفي مش بس السوق الشعبي، لكنه كمان جيل رقمي جديد بيتحرك كله اونلاين. هو بيشغل ملايين وبيقلل البطالة، لكنه بيكلف الدولة مئات المليارات. هو شبكة امان لكنه خطر طويل المدى. السؤال ليكم، لو كنت مكان صانع القرار، تسيبوا الاقتصاد زي ما هو ولا تدمجوه بخطوات مدروسة؟ يمكن تكون انت نفسك جزء من الاقتصاد الخفي من غير ما تحس، لما تشتري سلعة من السوق الموازي او تتعامل مع محتوى اونلاين بره النظام. استنونا في حلقة جديدة من بودكاست فلوس الناس مع احمد عاشور.